مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بديوان رئيس الوزراء، حيث أجرى رئيس الوزراء علي محمد لمين زين مقابلات. التفاصيل مع زميلي عبد الوهاب محمد. هذه المقابلات أجراها رئيس الوزراء وزير المالية والاقتصاد بالتوالي مع الوفد البنك الدول الأفريقية للتنمية BAD. هذا الوفد الذي كان يقوده مدير المكلف بالدول غرب أفريقيا لامين بارو، الذي قال خلال هذه المناقشات مع حكومة النيجر أنه مسرور جدا بإعادة التعاون بين بنك الدول الأفريقية للتنمية وحكومة النيجر بعد 15 شهر لتوقيف هذه التعاون. وكما أضاف المدير لامين أنه أيضا مسرور بإعادة إطلاق تمويل المشاريع التي كانت تمولها البنك الدول الأفريقية للتنمية. هذه المشاريع التي تخص عدة المجالات، خصوصا فيما يخص الزراعة وصمود النيجيريين لمواجهة التحديات التي تعانيها النيجر منذ سنة. وكما أضاف السيد لامين بارو أن هذه المناقشات التي أيضا كانت تتركز على مراجعة كل كيفية التمويل واستمرار التنفيذ المشاريع بعد في النيجر. هذه المشاريع التي تخص كما أشار السيد لامين عدة المجالات. وكما قال أن النيجر إحدى من الدول الأفريقية التي تستفيد من المشاريع التي تمولها بنك الدول الأفريقية للتنمية BAD. كانت المقابلة الثانية أجراها رئيس الوزراء علي محمد لمين زين وزير المالية والاقتصاد مع الممثلين المراكز النقابات العمال القطاع الحكومة. هذا اللقاء الذي جاء لمناقشة الاتفاقات بين الحكومة والمراكز النقابات الموظفين القطاع الحكومة. هذه الاتفاقيات التي تم اتفاق عليها بعد المستند الذي يحمل المطالبات الموظفين خلال العيد أول مايو 2024. وقال رئيس الوزراء علي محمد لمين زين أنه مسرور بإعادة واستمرار الحوار بين الحكومة والممثلين النقابات الموظفين الحكومة. وكما أضاف أن الحوار هو الطريقة التي تسهل لحل وطلب الطرق والوسائل التي تستفيد منها كل الجهات. وكما طلب من النقابات باستمرار الحوار حتى تتمكن الحكومة بحل بعض المشاكل التي يعانيها القطاع الحكومة خصوصا الموظفين. وكما قال المتكلم بالاسم النقابات الموظفين الحكومة أن هذا الحوار الذي يتركز على النقاط التي قدمتها النقابات للوزيرة المكلفة بالشغل العام والتوظيف بعد احتفال عيد أول مايو 2024. وهذه النقاط التي خصوصا تخص تحسين الشروط والعمل الموظفين للقطاع الحكومة. وكما أضاف المتكلم بالاسم المراكز النقابات أن الحكومة هي دائما مستعدة بقيادة رئيس الوزراء لاستمرار الحوار حتى يتم اتفاق حسب القدرات الحكومة على النقاط التي طلبتها المراكز النقابات للموظفين القطاع الحكومة. كانت وزيرة التربية الوطنية ومحو الأمية وترقية اللغات الوطنية السيدة إليزابيث شريف في مدرسة الابتدائية حي سيتيكس 1 و2. الهدف من هذه الزيارات رؤية الطرق العمل وكيفية التدريس في هذه المدارس، وشاركت في رفع العلم الوطني. وكان يرافقها في هذه الجولة المسؤولين في قطاع التعليم. هذه الزيارات تدخل في إطار
مبادرة كل أسبوع مدرسة التي تهدف للمشاركة في رفع العلم في المدارس داخل العاصمة. هذه المدرسة أنشئت 1 أكتوبر 1989 وتم تسميتها مدرسة سيتيكس، وقسمت إلى مدرستين سيتيكس 1 و2 في عام 2006. عدد التلاميذ هذه المدرسة حوالي 756 تلميذا، منهم 328 بنت. وشكرت الوزيرة المكلفة بالتربية المدرسين على تضحياتهم وترحيبهم الحار قبل تشجيعهم على المباثرة في مهماتهم النبيلة، وهذا التبادل مع المسؤولين في هذه المدارس. تم تسليم شهادة فخر لعدد من الكوادر في وزارة المكلفة بالتعليم الوطني. وفي ختام هذه الزيارة زارت الوزيرة الفصول لتشجيع التلاميذ لمواصلتهم العمل والاجتهاد في المدرسة. استلم وزير العدل دعم من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNID في إطار برنامج التعزيز النظام السجون في النيجر. هذا التبرع متكون من الأدوية وأثاث المكاتب وأجهزة الكمبيوتر بمبلغ بقيمة 158 مليون 94 ريال فرنك سيفا المخصصة للمساءات العقابية. وشكر الوزير المكلف بالعدل السيد أليو دودة كل الشركاء التقنيين والممولين في النيجر، خصوصا منظمة PNID، قبل أن يذكر الإصلاحات المختلفة التي قامت بها الدولة النيجر كجزء من تحسين النظام السجون في بلادنا. عقدت وزيرة الطاقة البروفيسور أمودو هوا مؤتمر صحفي في مقر الشركة الوطنية للكهرباء نيجيلات، وكان يتعلق بالزيارات التي قامت بها الوزيرة الثلاثاء والأربعاء في إقليم دوسو ونيامي. والهدف هو مشاهدة وتقويم الإنجازات مشروع واب دورسال نورد الذي يغطي نيامي ودوسو. مشروع واب دورز نورد هو مشروع إقليمي الذي يربط بين 5 دول في غرب إفريقيا، وهي النيجر ونيجيريا والبنان والطوغو وبوركينا فاسو، على خط طوله 875 كيلو متر، منها 420 على الأراضي النيجيرية. هذا المشروع أيضا يوقع بناء 3 مراكز، 2 منها في النيجر، وله أيضا قسم تركيب الكهرباء في القرى التي تقع 10 كيلومتر من كل الجهات في عبوره في النيجر. وعلى هذا فإن 400 قرية في بلادنا سوف تستفيد من هذا الخط الكهربائي، وهذا سيزيد نسبة استفادة النيجيريين بالكهرباء. ومول من قبل البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية BAD. هذا المشروع الذي تم إعادة إطلاقه بعد توقيف أعماله مدة 13 شهرا وصل إلى نقطة مقبولة فيما يخص أعماله، ونهاية أعمال هذه الخطوط المقررة ديسمبر 2025 وللمراكز في يناير 2026 إن شاء الله. خلال هذه الزيارات الوزيرة كانت برفقتها الكوادر المركزيين والمسؤولين مشروع واب دورسال نورد والمسؤولين شركة الهندية المكلفة بالتنفيذ أعمال هذا المشروع، حيث زارت موقع الشركة المكلفة بالصناعة العمود التي صدرت إنهاء أعمالها فيها تستمر بشكل أحسن. احتفلت النيجر كباقي دول إفريقيا 17 نوفمبر 2024 للدورة 13 لليوم الإفريقي لأمن الطرق. هذه الدورة لهذه السنة تحت شعار وقت إنقاذ الوطن الكل لإخلاق المواطنين في الطرق. وبهذه المناسبة ألقى وزير النقل والتجهيز رسالة يوضح منها وضع النيجر في أمس الطرق من 2023. الإحصاءات هي 7631 حادث الذي سبب 1075 وفاة و4393 إصابة خطيرة و8163 إصابة طفيفة، والمواد التي تم فقدانها. لقد بذلت حكومة النيجر جهودا لتقليل عدة وشدة حوادث الطرق وفقا لخطة خلال الفترة 2021-2030 التي تم تطبيقها على مستوى العالم. الموضوع هذا اليوم هو أكثر موافقا السياق الحالي، يؤكد سيادة بلادنا إذن ينبغي التفكير على تشكيل
الذي يحسن أخلاقنا على الطرق لكي معا نستطيع بناء بيئة آمنة من الأخطار ونقص نسبة الحوادث الطرق ونسبة الأخطار والإحصائيات في مجال النقل كالسرعة واحترام القوانين. وفي دوسو ترأس والي إقليم دوسو إطلاق الرسمي للاحتفال باليوم الإفريقي لتأمين الطرق. التفاصيل مع زميلتي رشيدة داود. انطلاق رسمي ترأس الوالي إقليم دوسو الجنرال إيرو أمرو على عماد دوس 13 اليوم الأفارقة للأمن الطرق بعنوان وقت إنقاذ الوطن الكل أخلاق المواطن في الطريقة. موضوع هذه الدورة تحت رئاسة الوزير النقل والتجهيز العقيد سالس محمد سالس بحضور الوزير الصحة العام للسكان والشؤون الاجتماعية طبيب العقيد قرب حاكمي وعدة شخصيات المدنية وعسكرية. بعد خطاباتها الذي مثلت في هذا الحفل نظمت المسيرة للسيارات والشاحنات والدراجات النارية. هذا اليوم يهدف توعية السكان حول الأمن على الطريقة. احتفلت النيجر باليوم الإفريقي للإحصائيات. التفاصيل مع زميلتي رشيدة داود. احتفل النيجر كمثل الدول الأفريقية الأخرى أمس اليوم الأفارقة لإحصائيات. في هذه المناسبة الوزير المفوض لرئيس الوزراء المالية نقل رسالة الذي فيه الوزير المفوض أبو بكر السيد ذكر العنوان الدورة 2024 على مستوى الوطني الذي هو تشجيع التربية لتحديث الإنتاج الإحصائي المربي في الحاجة. العنوان في القوادر مع رؤية المواطن لرئيس المجلس الوطني لإنقاذ الوطن رئيس الدولة الجنرال عبد الرحمن تاني. احتفال هذه الدورة 34 اليوم الإفريقي لإحصائيات يتزامن مع اتفاق استعداد المهم جمع لتجديد والإعلان المعطيات من قبل المعهد الوطني للإحصائيات روابط الأخرى لنظام الإحصائي الوطني. الوزير المفوض لرئيس الوزراء المالية شكر شركاء التقنيين وممولين وإداريين العام وخاصة لأجل جهود لتحسين نظام الإحصائي الوطني. كان وزير الإعلام والبريد والاقتصاد الرقمي السيد محمد راليو في واغادوغو بوركينا فاسو. التفاصيل مع زميلي عبد الوهاب محمد. كان وزير الإعلام والبريد والاقتصاد الرقمي سيدي محمد راليو خلال الأسبوع الماضي في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، حيث شارك وزير الإعلام والوفد المرافق له في الأسبوع الرقمي لجمهورية بوركينا فاسو. هذه الدورة التي جاءت بعد دورات لاهتمام بالقطاع الرقمي بين الدول التحالف الساحل النيجر ومالي وبوركينا فاسو. هذه المعارض أو هذا الأسبوع الذي استقبل عدة الوفود التي جاءت من الدول التحالف الساحل وبعد الدول أفريقيا، وكان الهدف التعزيز وترقية القطاع الرقمي لكي يساهم في كل القطاعات التي تخص الحياة المواطنين الدول الثلاثة النيجر ومالي وبوركينا فاسو. خلال هذا الأسبوع قام الوزير الإعلام سيدي محمد راليو ونظيره جمهورية مالي أج إليان ونظيرتهم للرقم والإعلام لجمهورية بوركينا فاسو الدكتور زيربو بسلسلة من الزيارات على عدة المواقع التي استعرض عليها الخبرات والمجالات التي تستعمل فيها الرقم في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. هذه المجالات التي تخص التعليم والصحة والحرف اليدوية والنقل والمجال الإعلام وخصوصا البريد. أمام الصحفيين قال وزير الإعلام سيدي محمد راليو أنه مسرور وأيضا استغرب كثيرا بما شاهده فيما يخص التطور الدول الثلاثة في مجال الرقمي الذي اليوم صار ضروري في الحياة المجتمع خصوصا فيما يخص مجال الإعلام والبريد. إلى هنا مشاهدينا الكرام قد وصلت هذه النشرة التي قدمناها لكم من تلفزيون الساحل، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.